كالعادة الأهلي في الصدارة ب56 نقطة، وبيكتفي بس بالفوز على إنبي بهدفين، ومضيعين عدد لا نهائي من الفرص كالعادة كل مباراة. ما بقناش بنعد بقى يا جيمي، ولكن الأهلي لازم فعلا يشتغل على كم الفرص الضائعة دي، لأن أنت داخل على نهائي أفريقيا اللي هي بتبقى محتاجة فرصة واحدة بس. وكولر قال أكتر من مرة إن هو فعلا بيحاول يشتغل إن كل الفرص دي تترجم لأهداف. النهارده كولر كان تقريبا نازل بالتشكيله الاساسيه، هو مريح من الاول حسين الشحات وعبد المنعم وكهربا، والنهارده لعب مكانهم محمود متولي وعبد القادر وكمان محمد شريف. كده كده اصلا الشناوي موقوف وهو اصلا مصاب، فاللي لعب مكانه النهارده علي لطفي هو كمان اتصاب، ونزل مكانه مصطفى شوبير. ان شاء الله تكون اصابه خفيفه اعتقد، عشان كده الجهاز الطبي قال ان هو يغيره، المباراه خلاص تتسهل، فما كانش ليها لازمه قوي اللي هو التضحيات العب لاخر المباراه. تقريبا بقى ان كل ماتش بنقول شابوه كولر، شابوه افكار كولر، وبنتكلم عليها في كل ماتش. النهارده انبي كان بيلعب بالطريقه الدفاعيه، هتلاقيه بيلعب بتقريبا 5-4-1، وبيحاولوا ان هم يلعبوا على الكاونتر اتاك، خصوصا اللي بتكون بقى في ظهر معلول او في ظهر هاني. مستغل كمان السرعات اللي بتبقى عند كالوشا او رفيق كابو، زي الكره دي اللي اتعملت في الدقيقه 16. بص انت علشان كنت في التحول الهجومي ومحدش كان راجع بيدافع، بقت 2-على-2، والكره دي كانت خطر جدا، وعلي لطفي تصدى ليها، وكان لسه الاهلي ما سجلش اي اهداف. وبما ان احنا برضو داخلين على نهائي افريقيا، فدي الجاب اللي الاهلي لازم يخلي باله منها، ان هو بيعمل التحول الهجومي لازم اللعيبه ترتد بسرعه جدا للجانب الدفاعي. انبي بعد كده كان ليه اكتر من فرصه ما قدرش ان هو يترجمها، وبصراحه بعد ما دخل فيه الهدفين هو الشوط التاني تقريبا ما ظهرش، وده بسبب خطه كولر وافكار كولر. انت في بدايه المباراه كنت هتلاقي لعيبه انبي متماسكين جدا بيلعبوا 5-4-1 مضايقين عليك المساحات، لكن كولر كان عنده فكره واضحه جدا بقى الماتش ده، ان معلول بقى بيدخل في العمق ولعب اكتر من كوره النهارده، زي التصويبه بتاعته اللي عملها في الدقيقه 5، وزي الكوره اللي جه منها الجون مروان تاو معلول بيرفع عرضيه، طبعا المدافع بيغلط فيها وبيصلحها لمحمد شريف، وعلى راي مدحت شلبي لفها لفه جاتوه، عارف اللي هي عارفه هي رايحه فين. ده الهدف التاسع لشريف مع الاهلي في الدوري، وشريف كمان النهارده خد نجم المباراه. حلو جدا انه شريف بقاله فتره ابتدى يجيب جدا مستواه، وابتدى يحاول الفرص اللي تجيله يجيب منها اهداف. والنهارده بتلاقي بص بيرسي تاو في عمق الملعب، احنا اتعودنا عليه انه بينزل يستلم، لان النهارده كمان بيساعد في بناء اللعب، وجي منها اكتر من فرصه خطيره، زي برضو كوره الهدف الباص ما بينه وما بين معلول. وده بيوريك الحريه الكبيره جدا اللي كولر بقى بيديها لخط الهجوم، تبادل المراكز ما بينهم، والانسيابيه اللي ما بقت ما بين الاجنحه والباكات بتغير اللاعبين، سواء بقى هتلعب بعبد القادر وتاو، سواء تلعب بحسين الشحات وتاو، حسين وعبد القادر، كلهم بقى عندهم نفس الافكار. انت بتلاقي تغيير مراكز، انت مش عارف مين بيعمل ايه، وبتلاقي ان مدافعين الفرق التانية هي مش ملاحقه دايما، يعني اللي هو ايه، انا قررت خلاص ان انا مش هخلي معلول يلعب في العمق، طب انا بقى هفتح الملعب والعب بيه عبد القادر او حسين الشحات، وهكذا في اكتر من فكره. ودي بتوريك التطور الكبير جدا اللي عامله كولر للاعبي الاهلي. واللونج باص بقى اللي اتسقط اكتر من مره النهارده لعبد القادر ولشريف والحمدي، ما بيكون ما بين خط الدفاع والباك، وكان فعلا بيشكل خطوره كبيره جدا. يمكن لعيبه الاهلي ما استغلتهاش، بس هي كانت فكره كويسه جدا من كولر. والفكره الثانيه هي الضغط العالي اللي كان بيعمله على دفاع انبي علشان ياخد منهم الكوره. بص الكوره دي حمدي فتحي ضغط على اللاعب ازاي وقدر ان هو يخطفها، وعبد القادر كان مستنيها وبوم في الجون عشان نجيب الهدف الثاني ونريح على نفسنا بقى المباراه. مين بقى في رايكم نجم المباراه؟ اكتبوا لي كده في التعليقات. والنهارده بجد كذا لاعب من الاهلي كان كويس جدا، وكان فيه اكتر من فرصه كويسه جدا. النهارده حمدي فتحي كان عنده باد لك في اكتر من كوره. في الدقيقه بص 45 برضو حمدي فتحي بيضغط على الدفاع وقدر فعلا ياخدها وشاطها على الجون، تصويبه كده اللي ردت بعد ما عبد القادر فضل يرقص مصر كلها في الدقيقه 49. ولكن تطور كبير قوي لاداء حمدي فتحي، بيضغط على الكوره وبيجيب ان هو السكند بول في اوقات كتير جدا، وكمان بيعمل تحول هجومي بيسلم ويستلم، وفجاه تلاقيه بقى مهاجم تاني جنب كهربا او شريف. كمان النهارده عبد القادر بيسجل هدف، حاجه كويسه قوي، بس مضيع 3 فرص تقريبا عبد القادر بفكره الترقيص الكتير قوي. لازم حلو جدا انك ترقص ويكون عندك موهبه، بس لازم تلعب جماعي وتعرف امتى بقى نوقف ترقيص ونجيبها جون. الشوط التاني يمكن بقى كان معظمه تمريرات كده، اللي هو تقريبا الاهلي عامل في الماتش كله اصلا 805 تمريره،
بس النهارده كمان كولر كان بيجرب قندوسي في مركز الوينج رايت، وللامانه بعد ما نزل قندوسي كان هو وقفشه عاملين استحواذ كبير جدا للاهلي. وهنا بقى ابتدى يجي يعني ديشيليون بقى فرصه عمال نضيع، طاهر مضيع، قندوسي مضيع، عبد القادر طبعا قبل ما يخرج كان مضيع، سولية شايط واحده كده في اخر المباراه برضو الحارس صدها. غير بقى كان في تسديدات كده غير معلومه من السولية ومن قفشه. لكن حلو جدا وعاجبني الروتيشن بتاع كولر ان هو كل مباراه بيريح لاعبين وبيدخل لاعبين تانيين، وده مهم جدا ان انت يبقى عندك اكتر من لاعب بيقدر يديك على الاقل شبه اللاعب اللي بيلعب او بنسبه 80 او 90% منه. قولوا لي رايكم في المباراه وفي اداء كولر النهارده.